طيب عشان تعرفوا ايه اللي هيجرى بكره الصبح، بكره الصبح اهلنا في غزه هيصحوا على وجود قوات اسرائيليه في قطاع غزه. لغايه فين بقى واصلين؟ لغايه فين؟ لغايه يعني يكونوا خدوا جزء من شمال القطاع، يكون وصلوا لغايه مخيم جباليا. كل ده هيبان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أستاذ عمرو، كلمتين اللي انت قلتهم دولت ملهمش أي لازمة خالص إن انت تقوم الصبح كده تقولهم قدام وفي وش الشعب المصري. الشعب هيعمل إيه؟ وحتى لو حصل حاجة زي كده انت خدت يعني نشان جديد. انت كده بتقلل من قدر رؤساء العرب كلك ان هم عارفين حاجة زي كده، وانت عارف حاجة زي كده وتحصل، فانت بتقلل من قدرهم فحاجة زي كده تدينك. وبعدين لو حصل كده الشعوب كلها هتعمل ايه يعني؟ ما انت عندك السعودية فيها 3 قواعد تبع الكيان المحتل، وعندك اليمن، وعندك الامارات، وعندك قطر، والناس دي كلها ما بيتكلموش. الفلسطينيين اقوى شعب بقربهم من ربنا سبحانه وتعالى. الناس دي متوكلة على الله، لكن بقت الشعوب دي متوكلة على الله. كل ما هو متوكل على الله وبيقول يا رب وبيصنع قنبلة يدوية ملهاش أي لازمة خالص، وسلاح ملوش أي لازمة خالص يدوي مبتدئ قديم، وبيحارب بيه وبيقول الله أكبر وانصرني يا رب، هو ده اللي هيوصل. الناس دي كلها فلسطين اللي هي بتعمله ده في موضع قوة مش في موضع ضعف. كم ألف نسمة قدام أمريكا وإنجلترا مع القوة العظمى بتاعتهم دي، ومش عارفين ياخدوا فيهم ولا حق ولا باطل. دي رحمة من عند ربنا سبحانه وتعالى يا كائن يا سعودي. ربنا سبحانه وتعالى لو عايز يخليهم الصبح يقوموا يصلوا الفجر في القدس، هيصلوا الفجر في القدس ويبيدوا الناس دي كلها. فربنا سبحانه وتعالى حاططها لعلة عنده ساعة لسه ما جتش على الفلسطينيين عشان يفرحهم. فلسطين لها ربنا سبحانه وتعالى، مش المساعدات بتاعة العرب اللي هو الميكروكروم والشاش ورباط الضغط وشوية أكل ترموهم هناك. هو ده اللي هيعمل حاجة مع الفلسطينيين. الفلسطيني مش مستنيه، حتى هو لو طلب مساعدات فهو ده بيطلبها علشان دي من حقه، عشان ده مسلم، فبيقول للمسلمين اللي زيه لأن ديننا بيقول كده. لكن هو مش ضعيف. أقوى راجل على مستوى الأرض هو الفلسطيني، قاعد بدون مية وبدون كهرباء وبدون اكل وبدون مساعدات، وراجل ماله هدومه واقف بيحارب بمسدس قدام المدافع والقنابل وحاملة الطائرات. ما ننساش حاجة زي كده. سلام عليكم. أين أنتم؟ لم يترك لكم إلا إرسال الدواء والغذاء بمهمة تشبه مهمة النساء في المعارك، بمهمة تشبه مهمة النساء في المعارك. علينا القتال وعلينا الرجولة وعلينا البطولة، وعليكم الخنوع وعليكم الذل وعليكم الخيانة إلى يوم القيامة. نحن سنعلمكم، أنتم الجهلاء ونحن أبناء غزة سنعلمكم. من عمق ذلك الجراح سيأتي الفرج بإذن الله. والله الذي لا إله إلا هو إنني أرى النصر قادم كما أراكم الآن. إنني أرى نصر ربنا لغزة ولفلسطين قادم كما أراكم بإذن الله. سيدحرون من غزة وسيرحلون من قدسنا وسيمضون وسيعودون إلى المزابل التي جاءوا منها، وسنصلي صلاة الفتح في ساحات المسجد الأقصى قريبا بإذن الله. رأيتم الدمار، رأيتم القتل، رأيتم الأشلاء، رأيتم القصف، رأيتم الرعب، رأيتم الخوف، وقريبا سيريكم الله الفرح والسرور والنصر والتحرير بإذن الله.